السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي. في فيديو جديد لتوقعات مباريات يوم الأحد إن شاء الله. سوف نبدأ يا أصدقائي في هذا الفيديو. الدوري الإنجليزي لدينا مباريات كثيرة، سوف أعطيكم توقعي وتحليلاتي لهذه المباريات. المباراة الأولى لدينا برايتون على ملعبه ضد مانشستر يونايتد. هذه مباراة صعبة يا أصدقائي. مانشستر يونايتد في المركز الثالث 68 نقطة، سوف تلعب دوري أبطال أوروبا، وبرايتون في المركز السابع 53 نقطة. هذه مباراة يا أصدقائي لكي لا نخاطر سوف نلعب كلا الفريقين يسجل، كلا الفريقين يسجل 1-1 2-1، المهم كلا الفريقين يسجل. أصدقائي في المباراة الثانية عندنا مانشستر سيتي ضد أستون فيلا. مانشستر سيتي على ملعبه. نلاحظ الترتيب: مانشستر سيتي 78 نقطة في المركز الثاني، وأستون فيلا في المركز الرابع ب 62 نقطة. أستون فيلا الفائز بالدوري الأوروبي. أصدقائي هذه المباراة سوف نلعب أكثر من 3 أهداف، سوف نلعب أصدقائي أكثر من 3 أهداف. سوف نمر إلى المباراة الثالثة، لدينا ليفربول وبرينتفورد. ليفربول في الأنفيد على ملعبه ضد برينتفورد. هذه المباراة يا أصدقائي سوف نلعب ليفربول تفوز، أنا دائما أعطيكم توقعات السهلة. ونكمل الفيديو إن شاء الله. يا أصدقائي نشوف المباراة الرابعة، لدينا تشيلسي ضد ساندرلاند. نلاحظ الترتيب أولا. تشيلسي في المركز الثامن ب 52 نقطة، وساندرلاند في المركز العاشر ب 51 نقطة، فارق نقطة واحدة. على هذه المباراة على ملعب ساندرلاند. هذه المباراة يا أصدقائي سوف نلعب خيارين: إما فوز تشيلسي أو التعادل، إما فوز تشيلسي 2-1 أو 1-1 أو مباراة لنا. ونذهب المباراة الأخرى، لدينا توتنهام المهدد بالهبوط للشامبيونشيب وإيفرتون. هذه المباراة على ملعب توتنهام. هذه المباراة يا أصدقائي سوف نلعب توتنهام يفوز. وفي مباراة ويست هام على ملعب الدليدز. ويست هام المهدد هو أيضا بالنزول إلى الشامبيونشيب، لديه 36 نقطة، وليدز لديه 47 نقطة. هذه المباراة أصدقائي سوف نلعب كلا الفريقين يسجل 1-1 2-1 2-2، المهم كلا الفريقين يسجل. ثم نذهب يا أصدقائي إلى الدوريات الأخرى. لدينا الدوري الإسباني، لدينا فياريال على ملعبه ضد أتلتيكو مدريد. أنتم تلاحظون هم متقاربين في النقاط، ولكن يا أصدقائي سوف نلعب أتلتيكو مدريد يفوز. وفي الدوري الإيطالي لدينا 7 مباريات، سوف نلعب مباراة تورينو ويوفنتوس. يوفنتوس في المركز السادس ب 68 نقطة، إذا فازت سوف تصعد للعب لدوري أبطال أوروبا، وتورينو لديها 44 نقطة. هذه المباراة يا أصدقائي سوف نلعب إما فوز مانشستر يوفنتوس أو التعادل. سوف نذهب أصدقائي إلى مباراة كريمونيسي وكومو. هذه المباراة يا أصدقائي سوف نلعب كومو يفوز. هنا يا أصدقائي ننتهي بهذا الفيديو. لا تنسوا زر لايك إذا عجبكم الفيديو، وسبسكرايب يصلكم أي جديد. سوف نفتح يا أصدقائي جروب للتليجرام قريبا، سوف أحط لكم الرابط في الديسكريبشن. وعاجلا أم آجلا يا أصدقائي سوف أنزل لكم التحليلات في ذلك الجروب. شكرا يا أصدقائي، والى اللقاء.